وفي نفس الوقت كيستوردوا التمر من الجزائر ومن تونس ومصر هذاك اللي كاين من تونس راه الجزائر. السلام عليكم. وأخيرا ها هو وزير الصناعة المغربي يصفع كل المغاربة والجمعيات المناهضة للتمور الجزائرية ويرمي بشائعات التهريب والسرطنة وكل ما سمعناه من هرطقات إلى مكب النفايات، فيعترف رسميا بأن التمور الجزائرية مستوردة من طرف الدولة، وبالتالي فهي قانونية ومطابقة لشروط السلامة الصحية عكس ما كان يشاع. مقبول أي تناسب قدرته الشرائية. نشوفوا بحال دابا من غير الزيت نشوفوا التمر. دابا حنا كنصدروا التمر بقوه وكنصدروا باثمنه مناسبه جد مناسبه تنافسيه. لا ما عندناش تنافسيه، عندنا الجوده ديال التمر المغربي معترف بها وكيخلصوها الناس. تدخل هنا لأسأل السيد الوزير عن أي تمر مغربي يتحدث، فإن كان يقصد المجهول وهو الصنف الوحيد الذي يمكن اعتباره صنفا ذا جودة وقابل للتصدير، فسعره قد يفوق القدرة الشرائية حتى للأوروبيين، بحيث أن سعره داخل المغرب هو 250 درهم أي حوالي 25 يورو. فكيف يصدر ولمن يصدره؟ الانواع ديال التمور اللي كتمتاز بها المنطقه ديال ارفود الريساني ومعاضد، كاين المجهول، كاين المرتبه كاين المرتبه الاولى لحقاش هو فيه الانواع. الاول كيدير 250 درهم. أما عن بقية الأنواع فهي موسمية ولا تكاد تصمد أمام السوس والتلف كما يؤكده السوق المغربي. للاسف تعطاو ديال برا بزاف، لان كيبقاو ديال برا كيصبر ما كيتسوس ما الى اخره. هذا ديال البلاد هذا هو الديفو ديالو. ما عرفتش هاد الله يهدي هاد المسؤولين الكبار يعطيو الاهميه للتمر هذا باش حتى هو تكون عنده واحد القيمه مزيانه، تكون عنده واحد القيمه مزيانه باش يتباع وما يخسرش ما يتسوس ما. لان التمر ديال البلاد هذا كي كتشوف دروكا كتلقى فيه السوسه دروكا كيقول الناس الا بنشري هذا ديال البلاد لا ما نشري هذا ديال برا. وكاين كاين الساعه ديال الميسر دروك كيبان لك مليح غليظ ونقي، كيتباع كيتسقط في السقاطه كيتسقط ب 18 درهم 15 درهم. هذا تاع البلاد كتلقى دروكا الشهاد والزر وداك فرتات، المهم كتلقاه ب 25 درهم يتسقط ب 25 درهم 30 درهم، ولكن فيه السوسه. والناس اللي كيدوا لديورهم مستهلكين ما كيبوش هذا الشيء للاسف. حل دروك غير واحد التمره يلقى فيها السوسه يخليها لك يقول لك الاحسن ديال برا. وفي نفس الوقت كيستوردوا التمر من الجزائر ومن تونس ومصر هذاك اللي كاين من تونس راه الجزائر. باش نكونوا التمر الجزائري كيدوز عن طريق تونس، بحال واحد البلاد اخرى هي كدوز لنا التمر بلا فيه بسميه اخرى. 95% من الواردات ديال التمر في رمضان جايه من الجزائر، واخا جايه من واخا هما سادين الحدود وقاطع العلاقات قاطع العلاقات. وحنا حتى شي حاجه اللي غادي من المغاربه ما غتضر الجزائريين. هذا هو التوجه ديال سيدنا الله ينصرو. وفي نفس الوقت هذا الشيء مزيان في نفس الوقت للمستهلك المغربي، حيت كيستهلك تمور عندهم جوده اللي كيعجبوه، ثمن مناسب ومزيان للفلاح المغربي، حيت داك التمر اللي كيصاوب كيصور منه اكثر كيبيعوا مزيان من هادشي اللي كاين في السوق. دوك هذا التوازن اللي كتهضر عليه هذاك هو اللي كنقلبوا عليه، هذاك هو اللي خاصنا نلقاو بلا ما نلوحوا هادي ولا هادي. هذا اعتراف رسمي وصريح ولا يحتاج إلى تأويل بأن المغرب يستورد 95% من احتياجاته للتمور من تمور الجزائر، وفي انتظار رد رواد حملات المقاطعة على وزيرهم أقول بأن الجزائر لا حاجة لها بأسواقكم، وأنا شخصيا أتأسف لحالكم حيث جعلتم من التمور الجزائرية معركة وطنية فهزمتكم في عقر داركم ودخلت جيوبكم
وسلبتكم وطنيتكم، وازدادت بفضل غبائكم شهرة عن شهرة، وكل رمضان وأنتم بألف خير.